ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان نفسي اطلع كده وانا بتكلم امسك بقى كوبايه القهوه وكده، بس يعني الحمد لله انا صايمه. كنت عايزه اتكلم معاكم في حاجه قبل ما ادخل بقى في فيديو تجديدات، شويه تجديدات بسيطه وترتيبات كده علشان نستقبل بيها شهر رمضان على خير يا رب ان شاء الله. كنت عايزة أقول لكم في وسط كل الفيديوهات اللي بتشوفوها عن مشتريات رمضان والزينة والمفارش الجديدة والأطباق بتاعت رمضان والكاسات والكوبايات والمشتريات عموما بتاعت رمضان، وكل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي، يعني مش عايزة، يعني حتى نفسي مكانكم ومش عايزة حد يتضغط، وأنا حتى مش عايزة أضغط نفسي من كتر الحاجات اللي بنشوفها وكمية المشتريات وكمية التفريزات وكمية العصاير والفواكه والحاجات اللي يعني المليانة السوشيال ميديا بقى لها فترة بدأت وشغالة يعني لحد رمضان. يعني كل واحد بيعمل على قد ما قدرته يعني، وفي ناس دي شغلتها ان هي تطلع لكم فيديو بالجودة دي وبالكم ده والحاجات دي، وفي ناس بتستفيد وفي ناس لأ، وفي ناس بتحس ان هي مضغوطة. يعني انا هعمل ايه؟ ما كل الناس بتشتريش، معنى انا ما اشتريتش مشتريات ومش عارف ايه، وكل الناس بتخزن وماليه وبتاع وكده. هو احنا اصلا اولا احنا في الشتاء، في موسم كل الخضار موجوده الحمد لله وكل الفاكهه، فاللي بيخزنوا دول اللي هو ايه، في ناس اصلا مش بتحب التفريز والتخزين، بس يعني في ناس مضطرة عشان عندها شغل، وفي ناس مش بتحب تنزل وهي صايمة او عندها اولاد او ما عندهاش وقت يعني بعد كده تنزل تجيب حاجة يوم بيوم او كده. يعني انا مثلا بالنسبة لي فرزنت شوية حاجات وشوية حاجات لا، لان انا مثلا مش هقدر انزل وانا صايمة، انا مش بحب انزل السوق وانا صايمة، وفي نفس الوقت بنتي معايا، بنتي صغيرة بتبقى معطلاني شوية، فمش هقدر اسيبها وقت طويل. فيعني خزنت شوية حاجات كده، شوية خضار وحاجات ايه بسيطة هشاركها معاكم. بالنسبة بقى للمشتريات اللي أنا بتكلم فيها، مش شرط أبدا نقعد نشتري كوبايات مكتوب عليها رمضان كريم، واطباق مكتوب عليها رمضان كريم، وصواني مكتوب عليها رمضان كريم. يعني احنا بنستخدم الحاجات دي في السيزون بس او في الشهر بس بتاع رمضان، وبعد كده بنشيلها بقى لكل رمضان. فانت مش لازم تضغطي نفسك وتشتري حاجه اصلا يعني. كلنا عندنا في بيوتنا صواني، وكلنا عندنا كوبايات وكاسات وكوبايات عصير وحاجات يعني حاجات كتير. يعني مش لازم نضغط نفسنا عشان شفنا فيديوهات بتتكلم عن المشتريات والشراء وكده ونروح نشتري ونضغط نفسنا، ويعني نحط فلوسنا في حاجة ليها أولوية. ده اللي بقى ده قصدي. دي حاجة. الحاجة التانية، انت عايزة تعملي تجديد وتغيير في بيتك من غير ما تشتري وتكلفي نفسك، طلعي الحاجات اللي في النيش استخدميها. يعني احنا في شهر مميز وشهر كريم وكده، وعايزة تشتري وانت عندك حاجات متشالة جديدة ليه؟ انا بعمل كده كل رمضان، مش يعني مش عايزه اضغط نفسي اروح اشتري بقى الكاسات اللي عليها رمضان كريم والكوبايات والحاجات دي كلها شكلها تحفه ومغريه جدا، وهموت واجيب الحاجات اللي في السوق كلها. كل ما انزل اتفرج المحلات كلها مردومه حاجات رمضان وحاجات كلها شيك جدا ويعني مغريه جدا الحقيقه. بس انا عندي حاجات كتير قوي الحمد لله، وعندي صواني ما لحقتش لسه استخدمها، وعندي حاجات كتير في النيش بستخدمها والحاجات لسه ما استخدمتهاش، وعندي اطقم. والناس اللي جايبه طقم الصيني اللي متشال، طب طلعوه استخدموه في رمضان بدل ما تشتروا وتضغطوا على نفسكم. فانا بتكلم يعني طالعه معاكم اقول لكم كده، ما تضغطوش نفسكم وما تضغطوش اهاليكوا او جوازاتكوا او بيوتكوا عموما، او انتوا حتى لو بتشتغلوا حطوا فلوسكوا في حاجة تانية او لا، بدل ما تشتروا حاجات عشان بس الغرض الشراء وخلاص يعني. حتى الزينة جيبوا حاجات بسيطة، فرع نور كده، فرع الزينة الورق، فوانيس بسيطة، مش لازم حاجات كتير ومش لازم حاجات خزعبلية. يعني انا مقدره اللي بيعملوا النوع ده من المحتوى ومشتريات كتير وكده، ده علشان بس شغلهم كده، وعلشان برضو هم ما شاء الله ربنا يزيدهم ويزيد الناس جميعا عندهم امكانيه ان هم يعملوا كده. تمام. فمش يعني مش عايزه الناس تتضغط، لان انا ساعات برضو اوقات ببقى زيكم بتفرج على حاجات ببقى الله انا عايزه اجيب كذا كذا وكذا وكذا، طب انا عندي اولويات تانية، انا هفضل اشتري كاسات وحاجات وهخزنها فين؟ انا اصلا ما عنديش مكان. طب ما انا عندي حاجات جديده ما استخدمتهاش. فاهمين قصدي؟ فطلعوا حاجاتكم واتبسطوا بيها، وطلعوا فوط نضيفه جديده واطقم ملايات جديده، المفارش اللي بتتفرش في المناسبات والاعياد دي فرشوها. طلعوا الكاسات والكوبايات اللي في النيش والطقم الصيني اللي ما بيطلعش غير للضيوف، انتوا اولى من الضيوف ايا كان مين اللي جاي لكم، ان شاء الله يكون يعني مين. انتوا اولى، واستمتعوا بحاجاتكم وطلعوا حاجاتكم بدل ما تشتروا جديد وانتوا عندكم اصلا حاجات جديده متخزنه، فلا طلعوها احسن يعني. دي حاجه. الحاجه التانية، انا بالنسبه لي لما حبيت اشتري حاجات مشتريات رمضان وحاجات كده، جبت الحاجات اللي انا اصلا ناقصاني ومحتاجاني هو يعني محتاجاها قصدي، وكده كده كنت هشتريها. زي مثلا انا كنت عايزه اجيب مفارش
اللي هي بتتفرش جوه دواليب المطبخ دي، هوريها لكم دلوقتي. الحاجه التانية كان نفسي قوي اجيب راديو بقالي سنه ومش عارفه استقر على نوع معين، وكنت متذبذبه جدا، فقلت لا خلاص هجيبه من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اجيبها في من ضمن مشتريات رمضان. فما جبتش بقى كاسات وكوبايات واطباق وصواني ومش عارف ايه، لا جبت حاجات انا اوريدي اصلا محتاجاها هشاركها معاكم في الفيديو ده. وكمان بالنسبه للتفريزات انا فرزنت حاجات بسيطه جدا على قدنا، اصلا احنا فردين بس وبنتي لسه صغيره. والخضار يعني الخضار والفاكهه اصلا كده كده ده الموسم بتاع كل الخضار موجود في السوق وكل الحاجات، بس انا بجيب الحاجات اللي انا عارفه ان هي هتقعد معايا مده، وانا مش هقدر انزل كل يوم ومش هقدر اروح السوق كتير، علشان انا بصراحه وانا صايمه مش ببقى عايزه انزل من البيت اصلا، يعني علشان ما فرهطش وكده، ويعني وتجنبا لاي حاجه ممكن تحصل. بس حبيت افضفض معاكم بالكلمتين دول، يا رب تكونوا يعني الفكره وصلتكم وفهمتوني. وهنشارك مع بعض الفيديو، وما تنسوش تقولوا لي رايكم، هستنى رايكم في الكومنتات. اول حاجه بدات بيها هي الطماطم. انا الطماطم مش هعمل فيها اي حاجه غير ان انا هغسلها واحطها في درج الفريزر عندي زي ما هي كده سليم، لان احنا اصلا مش بناكل اكل مسبك كتير، نادرا لما بعمل اكل مسبك، وانا بحبها كده سليمه. وقت ما بحب استخدم طماطم بطلعها 10 دقايق ربع ساعه بالكتير تفك يعني حاجه بسيطه، واقشر القشره من بره واضربها، او ساعات بقطعها شرايح كده احطها في صينيه البطاطس، او احط واحده في الشوربه كده. يعني احنا مش بناكل اكل مسبك كتير، فمش هعملها صلصه ولا حاجه، دي طريقتي انا بحب اعملها كده، خصوصا لما بتتجمد بقى واطلعها تفك بتشيل القشره بكل سهوله، فالموضوع ده بالنسبه لي اريح من الصلصه. تاني حاجه برضو بتاخد وقت هو السلق بتاع القلقاس، برضو بضربه وبعمل القلقاس برضو، عشان القلقاس تقشيره بياخد وقت وتقطيعه وكده، الحاجات الصعبه دي هي اللي ايه اللي عملتها يعني. والقاس جبته وقشرته وظبطته وقطعته كده على حسب الوجبه، وعملت السلق بتاعه برده جاهز. غسلت السلق وحطيت عليه الكزبره وضربتهم مع بعض، بخففها بس بشويه ميه كده عشان تجري معايا في الخلاط، وبقسمه بقى في اكياس كده اللي هي مقفوله دي على حسب ايه الطبخ. عملتهم كده 4 اكياس على حسب ما انا عامله 4 برده قلقاس. وعملت برده بسله بس ما صورتهاش، وجنبها معاها في كل كيس بسله شويه الجزر بتاعه وكده خلاص، يعني شويه باميه برده عملت باميه، بس يعني ما كترتش، وجبات كده بسيطة على قد ايه على قدنا. انا بقى كنت محتاجه الاطباق البلاستيك اللي احنا بنغسل فيها الخضره او نعمل فيها سلطه او كده، ما عنديش حاجات كده ملمومه وعاليه، كل الحاجات اللي عندي بولات مفتوحه كده وكبيره، وما عنديش حاجات بقى مقاسات وتكون عاليه كده احط فيها فاكهه، احط فيها اعمل فيها سلطه، اغسل فيها حاجه. فلما شفت يعني انا عايزه اجيبهم من زمان الصراحه، وما كنتش بشوف حاجه عجباني، يا اما مزخرفه كتير يا اما حجمها مش مناسب معايا. فلما شفت دولت على طول جبتهم. بصوا يعني خطير، لونهم اولا تحفه، جاي قوي على اللون بتاع المطبخ بتاعي، شكلهم حلو قوي ومش مبهرجين ولا حاجه. الكبيره دي معاها المصفى بتاعتها علشان اصفي، مثلا بغسل عنب، بغسل فراوله، بغسل خضار، يتصفى تحت رهيبه. الكبيره دي كانت ب60 جنيه، والمقاس اللي بعدها كان بحوالي 35 او 30، واصغر مقاس ده كان ب25. فجبت 2 من كل مقاس، واللي في المصفى دي ما كانش فيه غيرها فاخدتها. بس رهيبة يا جماعة، تحفة، شكلها رقيق جدا. الحاجة التانية بقى الستارة، أنا عندي البانيو بتاعي فيه الماسورة بتاعة الستارة وما فيهوش الستارة، فكنت بدور من زمان على ستارة بانيو ومش عاجبني حاجة خالص موجودة في السوق، كل اللي موجود مشجر والوانات وكده، فكنت عايزه حاجه ابيض ساده يعني تهدي الدنيا شويه، لان انا التويلت عندي لونه روز من جوه السيراميك، فكنت عايزه اللون ده وحاجه ما فيهاش نقشه كده. فلما لقيتها للاسف كانت صغيره شويه، بس قلت مش مشكله، هي اصلا عايزه اقول لكم مفيده جدا في ايه بقى، في الشتاء اولا بتدفي جدا وانت بتاخدي الشاور، بتدفي جدا وانت واقفه جوه البانيو. تاني حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان هي مش بتطلع ميه بره البانيو وتحسي بقى ان الحمام كله اتبهدل وتقعدي تمسحي وكده، لأ، ما بتطلّعش مَيّة خالص. والجزء اللي هو ما كفّاش ده باسيبها كده من ناحية البلاعة، بحيث لو في حاجة وقعت هالمّها ناحية البلاعة وخلاص لحد ما ألاقي المقاس الكبير. بس هي كانت حلوة أوي ومشيتها waterproof خطيرة، وما كانتش غالية، كانت حوالي 130 جنيه. والحاجات المهمة برضه اللي أنا عملتها الحمد لله قبل رمضان، المفارش اللي هي في دواليب المطبخ بتاعتي ديّة من ساعة ما عملت المطبخ بتاعي، يعني عن يعني حوالي كده 3 سنين بالضبط. هي حلوة جدًا وباحبها ولونها حلو، كنت مختاراها، بس هي أصلًا مش مفرش، ده الsticker اللي هو بيتلزق، بس هو كان عاجبني شكله فعشان كده حطيته وما شِلتش بقى الورقة بتاعته من الضهر، يعني كنت قاصّاه على إنه مفرش كده وسايباه. بس مع الوقت بقى كل ما أشد حاجة من الدرج أو الضلفة الsticker ده بيتقشّر وبيتقطّع وكده وشكله ما بيبقاش لطيف ويعني معطّلني كده، تحسّوه رخم كده في الاستخدام.
الرول ده بقى طالع بقى له فترة، المفارش اللي هي السيليكون دي أو البلاستيك دي خطيرة، موجودة في السوق بقى لها فترة. بُصّوا عايزة أجيبها من زمان، واستنيت بقى لمّا كان معايا فلوس وجبتها. أنا جايبة الرول ده فيه 10 متر، جبته ب220 جنيه، أقل سعر شُفته موجود. أنا باجيب الحاجات دي من المنشية عشان لو حد عايز يعرف، من المنشية في إسكندرية. في أسعار كتير على فكرة، واسألوا كتير في المحلات، لإن أنا مثلًا لقيته عند ناس ب250 ال10 متر، في منه أصغر من كده 5 متر، وفي 3 متر وحاجات كده، بس أنا كنت عايزة أجيب حاجة كبيرة علشان أنا هاستهلك منه كتير أوي، وعايزة أعمل المطبخ كله. ال10 متر كان ب220، ده أقل سعر شُفته، في معاكم 250 لحد طالع، ده بالنسبة للمحلات. على الأونلاين ممكن تلاقوه أغلى من كده تقريبًا يعني. وشُفته في محلات تانية ال5 متر ب180 جنيه، يعني مش عارفة إيه الفرق الرهيب في الأسعار ده. المهم أنا جِبت الكبير ال10 متر عشان يا دوب يكفّيني، وعلشان أعمل بقى المطبخ المقاسات صح، مقص جنبي ومعايا المتر، أقيس الضلفة طول وعرض وابتدي أقص، وحاولوا ما تهدّروش في المساحة علشان في الرول يعني، علشان يكفّي معاكم أكبر قدر ممكن يعني، ما يبقاش في تهدير كبير. أنا حاولت على قد ما أقدر ما أهدّرش، حتى الحاجات اللي هدّرت فيها هاستخدمها دلوقتي معاكم، هاوريها لكم عملت إيه. بس تحفة، طلع خطير. أنا كنت عشمانة إن هو يكفّي المطبخ ويتبقى شوية أحطّهم في الدولاب بتاعي بتاع الهدوم، علشان برضه المفارش اللي جوّه الدولاب بلاستيك كده، وهي شبه الدانتيل ومفرّغة، فمع الوقت بقت الفراغات دي بتتقطع مع شد الهدوم وكده ومش عاجباني، بس هو ما كفّاش. فأنا بعد كده هاجيب بقى رول تاني 10 متر برضه، أعمل بيه دولاب الهدوم بتاعتي، لإن هو خطير. مميزاته إيه بقى؟ أولًا هو ثابت جدًا، ما بيتحركش من مكانه بسهولة، في bubbles من فوق كده علشان الحاجة اللي على الوش ما تُقعش، أو لو حاطة برطمان أو حاجة إزاز مش هتُقع وتتزحلق بسهولة، بالعكس هو من تحت يعني ملمسه كده ناعم خالص، علشان أول ما تحطيه ما يتزحلقش. من فوق بقى في الbubbles اللي هي بتبقى ماسكة الحاجة دي. دي أول حاجة. تاني حاجة إن هو ما شاء الله هيقعد فترة طويلة، يعني عمره هيبقى طويل، وكمان قابل للغسل. أنتِ لو اتكب عليه بهارات أو أي لون أو زيت أو أي حاجة، صلصة، أي حاجة، هيتغسل ويتنشف ويرجع مكانه تاني، فدي ميزته الصراحة، أحسن من الورق وأحسن من المشمع الجلد وكده. ده تحفة، خفيف، لونه حلو، في منه على فكرة حاجات فيها ورد وحاجات فيها فراولة وأشكال وكده، بس أنا حبيت السادة خالص علشان ما أحسش إن في دوشة في الدولاب أو في بهرجة كتير يعني، مع الحاجة اللي مرصوصة ومحطوطة. بس يا جماعة طلع خطير بجد، يعني انتوا لو عايزين تجربوها تجيبوا حاجة لتغيير المفارش بجد عندكم في أي دواليب، مش المطبخ بس، هو ينفع أي حاجة، ده أدراج السراحة، دواليب الملابس، أي أرفف عندكم، مكتبة، بتاع، هي بجد خطيرة جدًا وحلوة أوي للعرايس. يعني أنا لو الموضوع ده كان موجود وأنا باجهّز كنت هاجيبه، ما كانش موجود وأنا بافرش بيتي فاستخدمت بقى اللي هو الورق ده، فمع الوقت بيتبل وبيعمل بُقع وبيعمل ريحة كمان لو في حاجة اتكبِّت عليه، فما كانش ألطف حاجة. حتى الجلد اللي جِبته اللي هو مش الجلد، المفارش اللي هي شبه الجلد دي اللي بنحطها في الدواليب بتاعة أوضة النوم، مع الوقت اصفرِّت واتقطّعت ودابت، فمش حلوة. بس ده بجد خطير. يعني أنا خلاص استخدمت ال10 متر كلّهم، يا دوب كفّوا المطبخ بتاعي كلّه ما شاء الله، فناوية إن شاء الله أبقى أجيب منّه تاني بقى للسراحة عندي والدولاب بتاعي الكبير. وأنا باغيّر المفارش بالمرّة عملت تنضيفة عميقة كده، مسحت ولمّعت وضبّطت وعِدت ترتيب بعض الدُلَف يعني بتاعة المطبخ، ورتّبت كده وضبّطت وشِلت الكراكيب والحاجات اللي أنا مش هاستخدمها بالمرّة، كده عملت تنضيفة عميقة للمطبخ قبل رمضان، يعني منها فيها بقى عشان ما اتعبش واشيله بقى من الخطة بعد كده. فاضل لي بس حاجة واحدة فيه، اللي هو السقف بتاع التقفيلة من الفوق، دي بقى دمار، عايزة تتنضف واضبطها كده، هاعملها في يوم تاني علشان أنا أنهكت النهارده. الموضوع ما كنتش متخيلة إن هو ياخد مني وقت، بس عشان باطلّع كل حاجة برّه وامسح واضبّط واقص واحط مقاسات وكده، فالموضوع أخد مني وقت شوية. في ناس مش بتحب تحط مفارش أو حاجة، براحتهم طبعًا، بس باحس إن هو في بعض خامات المطابخ بتطبّع أو بتشرب الألوان أو كده، هتلاقوا مثلًا الكركم عامل دايرة كده أصفر مكان البرطمان، أو الزيت كمان بيعلّم، وأوقات الخل بيعلّم، فمع الوقت حتى لو بتغسلي على طول هتبقى الموضوع مُنهِك أوي يعني. باحس إن المفارش هتحافظ على عُمر الحاجة
وهيبقى شكلها لطيف كده. لو حصل اي حاجه هطلعه اغسله امسحه واحطه بسرعه، مش هيعلم. حتى لو علم انا يعني هستغنى عنه واحط بقى قطعه جديده. فيعني بتحافظ بجد، المفارش بتحافظ على عمر المطابخ. انا الدرج ده يعني بحبه جدا علشان فيه المفارش والفوط بتاعه المطبخ بتاعتي، فانا على طول كده بغسلها اول باول بنظمها كده. فالدرج ده على عزيز على قلبي قوي. والدرج ده بقى بحط فيه المكرونه الزياده، الرز، يعني الحاجات الزياده اللي هي من الخزين اللي مش بتكفي في الضلفه اللي هي فوق خالص. بالنسبه بقى للناس اللي بتحب تشتري حاجاتها اونلاين، عايزه اقول لكم حاجه. انا يعني كل الحاجات اللي موجودة اونلاين يا جماعة، اول ما بنزل المنشية بلاقي كل حاجة. يعني انا ببقى خلاص يعني هدوسها، هطلب اهو، خلاص هطلب الحاجة دي اونلاين من الجروب الفلاني وسعرها كويس. اجي بعد كده انزل المنشية الاقي الحاجة كلها هناك واسعارها يعني مفيش مقارنة بين الاونلاين خالص. معرفش ليه، مع ان المفروض الاونلاين يبقى ارخص من المحلات الصراحه. بس دلوقتي العكس، الاونلاين بيبقى حاطط ضعف السعر اللي موجود في المحل. ليه بقى؟ مع ان المحل بيدفع ايجار، بيدفع كهرباء، بيدفع حاجات تانية، خدمات تانية الاونلاين ما بيدفعهاش. فانتوا ليه يا جماعه الاونلاين غالي كده؟ بجد كل حاجه موجوده اونلاين موجوده في المحلات تحت، وبتبقى على الاقل قدامك الحاجه، شايفه مقاساتها، شايفه شكلها، شايفه جودتها، بدل ما تفضلي تدفعي شحن رايح جاي ولو الحاجه مش عاجباكي ترجعيها. ف انا كنت صراحة يعني كنت بميل شوية للاونلاين، بس بلجأ له في الحاجات اللي انا عارفة ان هي مش موجودة في السوق. زي مثلا حاجات بقى، يعني مثلا حاجات ايكيا او كده، مش معظمها مش موجودة، بس في محلات دلوقتي بقت بتوفرها. لكن الحاجات التانية والديكورات وكل الحاجات اللي موجودة في الجروبات الاونلاين فعلا موجودة في المحلات عادي وعلى ارض الواقع. وبنلاقي الناس بتروح تاخدها من المحلات هناك بالسعر وتضيف عليها ماشي رزقكم وكل حاجة. بس المفروض تراعوا برضو على يعني الناس اللي بتشتري. يعني ليه انا مثلا اشوف الحاجة بتتباع اونلاين ب 200 جنيه واروح في المحل الاقيها ب120 ولا ب100؟ طب وليه الفرق الشاسع ده وانا هدفع شحن رايح جاي وانتي مش بتدفعي خدمات ولا حاجة؟ فالمفروض الناس الصراحة اللي بتشتغل اونلاين تراعي الفكرة دي. انا خلصت المطبخ كله، ما عملتوش كله معاكم علشان هو هياخد وقت جدا طويل وكده، وهيبقى يعني ممل قوي. بس الشكل النهائي خطير. بصوا الضلفة فيها مفرش تحس ان انتوا مش فارشين حاجة، يعني الحاجة باينة كده وبارزة جوه ما شاء الله، وهي في نفس الوقت المفرش مش عامل دوشة ولا زحمة. فهو بجد تحفة، بجد عجبني قوي. قولوا لي برضو، قولوا لي رايكم يعني ده ولا التاني. بس هو مفيش فرق خالص يعني مفيش مقارنه، بس انا بالنسبه لي ده احلى كتير. بس برضو قولوا لي رايكم ايه. الحاجات بقى الزياده ديت بصوا ما رميتهاش ديت، انا حاولت على قد ما اقدر ما اطلعش حاجات كتير. بصوا حطيتها في التلاجة، في اللي هي الارفف اللي في الباب. وكمان فرشت الزياده اللي بقى عندي من الرول، حطيته مفارش في الارفف. على فكره ارفف التلاجة مش غلط خالص ان انت تحطي فيها مفرش لو الارفف بتاعتك ازاز او اكليريك، لكن لو شبك ما ينفعش تحطي فيها، لان هي معموله شبك مخصصه عشان توزع الحراره او البروده. لكن الارفف اللي فيها ازاز او كليريك زي بتاعتي تحطي فيها عادي مفرش. ده كلام الفني يعني مش كلامي. انا كده خلصت الحمد لله النهارده، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. هوريكم بقى باقي الحاجات اللي جبتها ان شاء الله في فيديو تاني، ونعمل حاجات تانية مع بعض وتنظيفات تانية مع بعض في فيديو جديد. وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات.